حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا فيكم في هذا البرنامج الجديد، وهي الانطلاقه الاولى من برنامجكم اجمل صوت. وهذا البرنامج ان شاء الله اللي راح يكون رائد على مستوى الوطن العربي، واللي نستقبل فيه اصوات وخامات وقامات فنيه على مستوى الوطن العربي. بداية مشاهدينا الكرام نرحب باللجنة التحكيمية بالناقد الموسيقي أستاذ ياسر أبو حياة. أهلا وسهلا فيك. مرحبا أستاذ أيمن، مساء الخير للجميع، تحياتي لجميع المتسابقين، ونتمنى يكون برنامج ناجح، ونتمنى يكون منسجم وجميل جدا، وتحياتي للجميع مرة أخرى. نعم، الفنانة والناقدة الموسيقية ليلى يوسف، أهلا وسهلا فيك في برنامجنا وعضو في لجنة التحكيم. أهلا وسهلا، ويسعد الجميع، منورين، ويسعدك أستاذ أيمن. الفنان الكبير والمشهور والمعروف عبر الأقمار الصناعية والفضائية محمد أبو العز، أهلا وسهلا فيك، أيضا عضو في لجنة التحكيم. حياك الله، حياك الله أستاذ أيمن، وحياكم الله جميع أنتم والأخوة المشاهدين. مشاهدينا الكرام، نبدأ مع المتسابق الأول. تعرفنا على اسمك؟ أبو حسين محمد موسى. أهلا وسهلا فيك محمد. وليش متلبك؟ يعني أحسك أنه خايف في شيء يعني؟ لا والله ما في شيء، بس يعني اللجنة أساتذة كبار، الواحد شوي هيك بصير عنده شوية توتر منهم يعني. لا لازم تاخذ رياحتك هيك مشان تحسن تقدم الأفضل ما موجود عندك إن شاء الله. محمد أشو حابب تسمعنا؟ والله حابب أسمعكم مقطع من أغنية وديع الصافي، الليل ويا ليلى، بتمنى إن شاء الله تنال إعجابكم. تفضل. بسم الله. الليل يا ليلى يعاتبني، الليل يا ليلى يعاتبني، ويقول لي سلم على ليلى، الحب لا تحلو نسائمه إلا إذا غنى الهوى، إلا إذا غنى الهوى. الله يعطيك العافية محمد، مشكور كثير. نحن مباشرة أنا راح انتقل للجنة التحكيمية مشان ما أخذ من وقت المتسابقين والمشاهدين. ببدأ معك أستاذ ياسر أبو حياة، الناقد الموسيقي، تفضل. مع الصوت الجميل جدا، حتى مخارج الكلمات ومخارج الحروف ممتازة جدا جدا، وإن شاء الله أنت من يعني الأوائل اللي بيتوجوا معنا بالأصوات الجميلة، وبتضل معنا لآخر حلقة إن شاء الله. بنتمنى ولك التوفيق أستاذ محمد. 100 مرحبا أخ محمد الكريم. الفنانة ليلى يوسف، ناخذ رأيك. ما عجبني هالقد، في نشاز كتير، الصوت كان شوي منه مرتاح، ما عجبني. لا طيب، بننتقل للفنان محمد أبو العز، تفضل. أنا معك أستاذي ليلى، وأتفق معك، يعني أنا متفق معك. لا أنا بالنسبة لي لا والله ما بعرف أشرف تتفق معها، ما بعرف يعني. أنا
طيب خلونا ننتقل للتصويت استاذ ياسر. نعم أو لا؟ نعم نعم ثلاثة نعم. أنا بالنسبة لي نعم نعم. أنا لا أوافق. استاذه ليلى، فنانه ليلى. لا. الاستاذ محمد ابو العز. أكيد لا، أكيد أكيد لا بدي أستاذ يقول أكيد بدي لا. يقول أكيد مع الأستاذ يعني أصلا ما والله ما نعم. بعرف. استاذ او محمد، بنتمنى لك حظ اوفر ان شاء الله في البرامج القادمه بتكون معنا وبالموسم القادم، ونتمنى لك حظ اوفر. تحياتي وشكرا لكم على كل حال. شكرا لك محمد، أنا متعاطف معك وإن شاء الله لا إن شاء الله بدنا نرجع بالحلقة القادمات إن شاء الله. لا بدنا نستدعيك مرة أخرى. إيه نعم. إن شاء الله في هذا المستوى إن شاء الله. نعم إيه إن شاء الله. مشاهدينا الكرام لا تروحوا لا بعيد، راجعين فاصل ونعود. مشاهدينا الكرام رجعنا لكم من جديد واهلا وسهلا فيكم في برنامج اجمل صوت. انضم الان معنا متسابق. اول شيء بتعرفنا على اسمك؟ حسين أحمد تلاوي. اهلا وسهلا فيك يا حسين. حسين نعم تفضل. أنا تشرفت بمعرفتكم، ولكن ينتابني شعور إنه متلبك شوي من لجني. لا هيك بدك تخسر اذا متلبك. والله إن شاء الله، لا إن شاء الله، بس أنتوا تاخذونا بعطفكم وحنانكم يا الله إن شاء الله. خذ راحتك يا أستاذ حسين، نحن هون وأكيد الفنان القوي وين ما كان بيكون قوي، وإن شاء الله طيب. بيكون قوي. الغزالي بتغزل على عود. إن تفضل. شاء الله. ايش بدك تسمعنا يا حسين؟ او تفضل، معك دقيقة، تفضل. أغني عن واقعنا. تيتين 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 تين تيرين 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 تيرين. سحر غرقت بالبحر، أبو سحر انتحر، عبيد سافر على السويد، وعدنا نهاجر على اليونان. عمر بيته تدمر، الله يعينها لطيفة، زوجها راح بالقذيفة. أبو حياة يا حبيبي ارحمنا دخيلك بالله. يعطيك العافية يا حسين، مشكور. خلينا ننتقل للجنة التحكيمية. أستاذ ياسر أعطينا رأيك لما نضيع الوقت، تفضل. أستاذ أيمن، بالنسبة للكلمات كلمات جميلة وواقعية يعني وهادئة وهادفة، ولكن نعم. الصوت دون المستوى نشاز. أستاذ أيمن يعني صار أستاذ ياسر، يعني أستاذ ياسر، أنا ابن فنان كبير، وأنت على طول وين من لقيت بأي برنامج بتنتقدني أنت؟ أبوك على راسي هرم من الهرمات السورية، ولكن أنت للأسف الشديد ما طالع لحد لا علي. والله يا أستاذ أنت عم تنتقدني كثير. ياسر حسين بعد إذنكم حسين، يعني الموضوع بيرجع ما هو أنه أنا ابن مين وأنا أبوي مين، أنا مين. باخذ رأي الفنانة ليلى يوسف، تفضلي. والله أنا أطربني صراحة. شكرا هذا من ذوقي. شكرا. فرحانة وخليني يعني هيك أطلع من الجو السكوت اللي أنا فيه. لا بالعكس. شكرا. والله أنا بدي أطلع من هدومي من على الصوت يا أخي. شكرا. أستاذ أو فنان محمد. أنا استمتعت جدا. الله يعني ما هو الأنسي ليلى قالت بدك تستمتع أنت كمان علي الطلاق. لا أستاذ ياسر، أرجوك أستاذ ياسر، أرجوك أستاذ ياسر. لجنتنا سمحتوا. الأستاذ ياسر دائما بيحطم معنويات الشباب يعني. لكن ما هو معنويات الشباب، لا صوت كويس ولا نجي لا بالعكس ما شاء الله عليه، بالعكس حنجرة، يمتلك حنجرة أساسا يعني لجنتنا يا ليلى شلون استاذ ياسر خلينا نصوت والتصويت هو اللي بيحكم. استاذ ياسر نعم او لا؟ لكن لا ومليون لا يا اخي، ولو اذا بدي انجح انا بدي ابطل الشغله كلها حق الله. شكرا استاذ ياسر. هذا هي اصوات هاي. فنانتنا العظيمه ليلى يوسف نعم او لا؟ نعم.
نعم كمان نعم معه نعم. وانا ليلى مثلك، انا مثلك. نعم 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 يا حسين. نعم. لكن الشاي ما بقى سلم لي على الوالد يا حسين. شكرا شكرا على راسي. انت صديق البابا مو هيك؟ انت صديق البابا. لكن على راسي ابوك، بس انت علي الطلاق ما بياع بطاطا ما بصير يا اخي. يا استاذ ياسر، مع احترامي لك استاذ ياسر، يعني انا ما بعرف انت ليش يعني كل هالشيء يعني. ابو العز البابا قال لي سلم لي على ابو العز كثير. سلم لي عليه امان الله. تستاهل يا حسين، تستاهل. انت على كل حال انت نجحت يا حسين بصوتك ومجهودك يا حسين. يا سيدنا صوته تحفي يا سيدنا، انا ابهرني، انا مبهور يعني، لانه صار يحبني جسمي، انا اشريت من هالصوت. ليش يا استاذ ياسر؟ ليش يا استاذ ياسر؟ يعني استاذ محمد انت وناس ليلى ولا بتفهموا في الموسيقى، بطل يا اخي نشاء. انتوا نشاء. ارجوك استاذ ياسر، ارجوك حريه يا استاذ. انا عجبني انت ما عجبك انت حر. الله شوقتك انا يا اخي. البابا حملني سلام كثير لك يعني البابا. لجنتنا الموقرة نحن صوتنا وانتهى الموضوع. حسين ألف مبروك، نلتقي فيك في المرحلة الثانية. مبروك يا حسين. شكرا السلام عليكم. شكرا. مشاهدينا الكرام لا تغيبوا، راجعين. علي الأسمر من سوريا، حماه. الله يسعد لي مساكم جميعا. الله يحييك. حياك الله يا علي، حياك الله. علي، شو حابب تسمعنا في هذا البرنامج؟ والله سمعك من الموجود، يعني من الطرب العراقي الحلو. تفضل. الله يسعد لي مساكم. يا سلام، الله يحييك. وبالي علي من مشده فكري، علي من مشده فكري، وبالي على اللي سبب لروحي، وبالي شفت لك زلزل، صرت مثل الخشب يابس، وبالي وحتى النار ما تنشد علي نوبة. الله تلهب يا نار قلبي. نعم. الله يعطيك العافية يا علي. خلينا مباشرة ننتقل للجنة التحكيم، الناقد الموسيقي أستاذ ياسر أبو حياة، إذا ممكن تعطينا رأيك جميل جدا، يعني بيدخل على القلب مباشرة، وإن شاء الله بده يكون معنا من الواصلين للحلقة النهائية والتتويج بأجمل صوت. تحياتي لك علي الأسمر، و100 مرحبا، وإن شاء الله أنا معك. نعم وألف نعم. نعم. الفنانة ليلى، تفضلي تقييمك. ما أستاذ محمد صوت عالي، ما في إحساس، الموبايل ما قاله هيك إنه خليني أشعر إنه هذا موبايل. لا وانا ليلى كمان ايه اكيد انت بدك تصير مع السي ليلى بقى. ليش انتوا هون عم تحكوا لي الليكزاز ومدري شو مرسيدس؟ والله ما لا ليش استاذ ياسر، يعني ما بعرف عم تشوفوني هالنجم. انا حر استاذ ياسر، انا حر، يعني انا ما عجبني هذا، انا حر. ما وصلنا ما وصلنا شيء، بس عالي وصريخ، ما في شيء صريخ، بس الصريخ. تماما استاذ ليلى، تماما انا متفق معك، واكيد انا بالنسبه لي انا لا انتم متفقين علي، ما هم متفقين على المتسابق. انتم اثنيناتكم متفقين علي. ابدا ليش مثل ما انت قلت ايه استاذ ياسر، انا لي الحق اني اقول لا. كل واحد له راي. خلونا نصوت استاذ ياسر. نعم وألف نعم. الفنانة ليلى. لا. وانا معك ليلى. لا يا اكيد انت بدك تصير معنا هسه الليله. ما نكون هون انت بطول، ولك انت والله لازم ما تكونوا باللجنه بطول. استاذ ياسر حري شخصي، ما عجبني صوت. انا استاذ ياسر، استاذ محمد، استاذ ليلى، لما نضيع الوقت على المتسابقين. طيب اذا معك علي الاسمر، معك 2 لا و1 نعم، حظ اوفر، وان شاء الله اذا تعبت على حالك بتكون معنا في المواسم
القادمة. تحياتنا لك، شكرا لك. نعم مشاهدينا الكرام، انتهت حلقة اليوم من برنامجكم أجمل صوت. نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة، انتظرونا. إلى اللقاء.